خلصوا من حمد الله راحوا لحمدان، وخذ لك من القصص دي وأسبع. لا تقولوا لهم لا ولا تسكتوهم، خلوهم يتكلموا، خليهم يفرغوا إلا في نفسهم. أنا ضد إنك أنت تمنعهم. عجبتني إنك اديت الفرصة للإخوان إذا كانوا موجودين اليوم، خالد وهذا كده، خليهم، لأنه كيف تفضحوهم؟ لو سكت، لو رحت رديت عليه وقلت له يا راجل ما يصير، ولا زي أمس خالد غانم ولا الثانيين، لو رديتهم ما حينكشفوا قدام الجماهير، ما حيبان مستوى الضعف اللي هم فيه، المهازل في النقد الرياضي. لابد انك انت تيجي هذه الفرص وتقدمها للجمهور، وتقدمهم للجمهور عشان كيف ينكشفوا وعشان كيف ينفضحوا. ما عليه، من حقك انك انت تعبر عن رايك ويكون لك اراء نقديه جميله، بس خلي عندك الروح الرياضيه. اذا ما عندك هذه الروح الرياضيه كيف تكون محايد؟ يعني لا تستطيع انك انت في لحظه الم انك الا تكشف هذا الالم بطريقه غير صحيحه. ما هو معقول اللي بيصير ده، مو معقول. لكنه انا بالنسبه لي كنت متوقع، لكن استطاع حمد الله يسكتهم بكل امانه. سكتهم اليوم. اول شيء ايش جاي؟ افضل لاعب وهداف البطوله. طيب وبعدين ما تقولوا انه فعلا سابوه ليه؟ لها معنى. هداف اليوم له معنى. لما هو يحس بالألم هذا، وانتوا ايش تحسوا؟ ولا شيء. قول انا ما سمعت وش قال ابو فارس عني باول المداخله. قلت خليهم يفرحوا، خليهم يفرحوا، قلت خليهم يفرحوا بطريقتهم الخاصه، اتركوا لهم الفرح. انت ذكرت انه بس خلينا نفرح وينكشف. اي خليكم تفرحوا بطريقتكم الخاصه. طيب خليهم تنفضحوا، يبان اي هذه ولا احترمتوا سن ولا احترمتوا تاريخ. انتوا اللي بتتكلموا كلام فاضي. خلاص انتوا ابو فارس، نفسكم نقاد. ابو فارس انتوا اعطيتوا نفسكم صفه نقاد. انتوا ما تستاهلوا كلمه ناقد، انتوا تستاهلوا كلمه حاقد.